ذكرت تقارير إعلامية أن نادي ليفربول وافق على انتقال لاعبيه الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو إلى برشلونة. وأضافت التقارير أن النادي الكاتالوني سيرسل وفدا لإنهاء موضوع التعاقد مع البرازيلي، وأن قيمة الصفقة النهائية ستبلغ حوالي 100 مليون يورو. وتحدثت الصحف عن اتفاق حصل بين برشلونة واللاعب في انتظار تحديد المبلغ الأخير الذي يريده الريدز مقابل أن يصبح كوتينيو لاعبا رسميا في الفريق الكاتالوني. أكد لاعب باريس سان جيرمان داني ألفيس أن نيمار شجعه على الانضمام إلى البي اس جي، مضيفا أن قدوم النجم البرازيلي إلى باريس كان قراره الشخصي، لأن نيمار يريد دائما كسب التحديات. على العكس تماما، نيمار هو من كان له تأثير كبير على انتقالي إلى باريس سان جيرمان. الناس يعتقدون أنه ما زال شابا مراهقا يتردد في اتخاذ القرارات، ولكن ذلك الطفل كبر وأصبح رجلا يتخذ القرار المناسب. الرجال لا يخافون التحديات، عليهم أن يتحلوا بالشجاعة. لقد أرسلت لنيمار رسالة مفادها أن الحياة يكسبها فقط الشجعان، وأنا أؤمن أن نيمار رجل شجاع ويطمح إلى أشياء كبيرة. إنه يريد التحدي، وهذا ما جاء بنا إلى باريس. إلى ذلك أكد أدريان رابيو لاعب باريس سان جيرمان أن قدوم نيمار إلى الفريق سيضيف الكثير من الأشياء للنادي داخل الملعب وخارجه. كان حقا جوا رائعا، الناس سعداء والشعور في غرف الملابس جميل. إنه حقا جو احتفالي، إنه علامة المزاج الجيد. نيمار إضافة للفريق داخل وخارج الملعب، وبالخصوص هو لاعب كبير والذي سيرفع من استحواذنا على الكرة. إنه لاعب يستطيع التسجيل، هو لاعب موهوب، إنه هدية لكرة القدم. أظن أنه لن يجد صعوبة للتأقلم مع الفريق. هذا وتواصل باريس الاحتفال بقدوم النجم البرازيلي نيمار إلى نادي العاصمة، وقد تم الترحيب به على مستوى أهم معلم في فرنسا وهو برج إيفل. الاحتفال تضمن إضاءة برج إيفل بألوان فريق باريس سان جيرمان، وتم خلاله الترحيب بالمهاجم البرازيلي باللغتين البرتغالية والفرنسية وسط حضور جماهيري كبير.